السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، كنتمنى تكونوا ديما بصحه جيده يا ربي، ويلقاكم لا فيديو ديالي باحسن الاحوال. مرحبا بكم في قناه فاطي تيفي. كيف ما عودتكم ديما كنجيب لكم حلقات على مسلسل الدم المشروك. اليوم غنقدم لكم الحلقه الثالثه. كيف ما كتشوفوا انتهت لنا الحلقه في سعيده فجات عند الخال ديالها وقالت ليه علاش الام ديالنا لاحتنا، وتما انتهت الحلقه. غادي تشوفوا في الحلقه المواليه أن الخال ديالها غادي يدير راسو باللي زعما باللي الأم ديالهم راه لاحتهم ديال بصح. فهنا غادي يقول لها دخلي فاش غادي يدخل عندهم، وهنا غادي يبداو يعمروا ليها راسها لا هو لا للزوجة ديالو. فهنا غادي يقول لها ما عندي ما نخبي عليك يا بنتي، الحقيقة غادي نقولها لك، الأم ديالكم ما بغاتكمش ولاحتكم، هادشي كله باش تمشي تزوج برجل آخر. فهنا سعيدة غادي يبقى فيها الحال بزاف وغتكره الأم ديالها، ولكن أخوتي غادي تشوفوا ماشي هي هذه الحقيقة، لأن الخال ديالها هو كذاب كيكذب عليها باش سعيدة تيقو. فالخال ديالها كيف ما كتشوفوا هو السبب في هادشي اللي وقع لهاد البنيات بجوج. يعني هو اللي هز هاد البنات الخيرية اللي توفات ومشى داهم للمدينة ورماهم تما. فخيرية كيف ما كتشوفوا أن بنيتها هي ما لاحتهمش، بالعكس بنيتها بغاتهم، ولكن الخال ديالهم هما اللي هزهم ومشى داهم للمدينة ورماهم تمايا. فهنايا غادي يقول ليها بلي الأم ديالكم هي اللي ما بغاتكمش ولاحتكم. صافي غادي تشوفوا أن سعيدة غادي تيق الخال ديالها، ومن بعد غادي ترجع عند الأخت ديالها. يعني الأخت ديالها رحمة، وغادي تطلب منها السماحة، وغادي تقول ليها سمحي لي اختي بزاف، انا مشيت عند الخال ديالي وعاود ليا كل شيء، فعلا داكشي اللي قلتي ليا، يعني قلتي بلي الام ديالنا ما بغاتناش ولاحتنا، داكشي حتى هو اللي قال ليا، وفعلا الخال ديالنا راه كيقول الصح. ولكن هنا رحمه غادي تقول ليها ما تيقيش الخال ديالنا، الخال ديالنا راه هو كذاب وطماع. فهنا غادي تقول ليها الاخت ديالها وياك هادشي اللي قلتي لي بلي الام ديالنا لاحتنا. غادي تقول لها فعلا الام ديالنا لاحتنا، ولكن ما ديريش فيه الثقه لانه هو طماع. هاد الخال ديالهم كيف ما كتشوفوا قاسم، يعني هادشي كله داروا باش ياخذ الاملاك ديال خيره، ولكن خيره كيف ما قلت لكم انها كتبات كل شيء لبنيتها لان عارفه باللي فاش غادي توفى الاخ ديالها قاسم غادي يستولي على داك الشيء كامل، وكان عاطي حتى البشير كلمه، قال ليه غير غنورث هاد الشيء غادي نبيع لك الاراضي. ولكن هادشي ما صدقش الخال ديالهم. من بعد اخوتي غادي تشوفوا كذلك ان ارقيه من بعد ما دارت ديك الخطه، يعني خدات ليهم البهايم وفي التالي رجعتهم ليهم تاني، يعني دارت راسها باللي هي اللي لقات البهايم وجابتهم الرحمه، باش رحمه دير فيها الثقه وديرها اليد اليمنى ديالها. هادشي كله علاش دارت ورقيه؟ باش تزيد تقرب اكثر واكثر من رحمه ودير فيها ثقه كبيره باش تقدر انها تستولي ليها على الاملاك ديالها. فهنا غادي تشوفوا أن الرحمة يعني أي حاجة محتاجاها غادي تولي تقولها لرقية، رقية ديما غادي تكون في الجنب ديال رحمة. وهنايا غادي تشوفوا أن رقية يعني كيخافوا منها حتى هي، غادي يخاف منها البشير وكذلك غادي يخاف منها قاسم. فهنايا ما غاديش يقدروا مازال يديروا الرحمة حتى شي حاجة، ولكن هذه خطة ديال رقية. رقية يعني كدير هادشي باش أنها تكون في البلاصة ديال خيرة. من بعد اخوتي غادي تشوفوا ان رحمه غادي تبغي انها تبيع داكشي كله لان غادي تواجه مشاكل بزاف، خصوصا ان سعيده ما غاديش ترتاح ليها تما. غادي تقول لها سعيده شوف اختي رحمه، خلينا نمشيو في حالنا نبيعوا هادشي، بيع هادشي رقيه وخلينا نمشيو في حالتنا من هنايا. فهنا رقيه داكشي اللي بغات رقيه غادي تقول ليها الا نتوما ما قدرتوش على هادشي حيت هادشي صعيب عليكم بزاف وما غاديش تقدروا ديروا الخدمه ديال الام ديالكم، علاش ما تبيعوش ليا هادشي كامل وبيعوا ليا الاراضي وصافي نتوما ديك الساعه غتاخذوا النصيب ديالكم وسيروا للمدينه، رجعوا للمدينه اللي كنتو فيها. ولكن اخوتي غادي تشوفوا ان رحمه غادي تراجع على القرار ديالها. في الاول غتبغي، ولكن من بعد غادي تراجع على القرار ديالها لانها غتكتشف بزاف ديال الاسرار. غادي تكتشف مازال باللي الام ديالها ماشي هي اللي لاحتهم وباللي داكشي كله كذوب، وباللي رقيه يعني داخله على الانتقام. فهنايا غادي تقول لهم ما غادي نمشيو مازال تقول لاختها عفوا ما غادي نمشيو مازال حتى شي بلاصه، ما غاديش نبيعو وغادي نبقاو هنايا. فهنا رقيه ما غاديش تبغي، يعني فاش غادي تشوف رحمه بدلات الراي ديالها ما غتبغيش. وفي نفس الوقت غادي تشوفوا رحمه غادي تولي تبيع البهايم في السوق، وفي نفس الوقت
غادي تقول ليها رقية حاولي تدخليني معاك في السوق، ولكن هنايا غادي تقول ليها رحمة رحمة باللي دابا ما يمكنش ليا أنني ندخل معاك، لأن البهايم ديال الرحمة غادي يضربوا مازال. الخال ديالهم غادي يشد ليهم دوك البهايم اللي جابت ليهم رقية، غادي يكلف عاوتاني الرجال ديالو، غادي يجيو للزريبة وغادي يضربوا ليها كاع البهايم كاملين غادي يوليو مضروبين للرحمة. وفي نفس الوقت كيف ما قلت لكم رقية فاش غادي تقول ليها نديو البهايم باش نبيعوهم في السوق، هي غتقول ليها حاليا البهايم راهم مضروبين ما يمكنش ليا انني ندخل بهم حاليا. في نفس الوقت اخوتي نرجعوا الغيتا كيف ما كتشوفوا ان اعجبها بزاف ميلود، وميلود حتى هو ولات عاجباه غيتا. فهنا فين غادي يوقع المشكل، لان رقية هي جايه انها تنتقم، تاخذ الحق ديال وليداتها وحق ديال باها. هادشي علاش هي جات، ولكن ولدها غادي يدير لها مشكل كبير، لان ولدها غادي تغرم بالبنت، بنت خيرة اللي هي غيتا، ورقية ماشي من صالحها ان الابن ديالها يحب هاد البنت. في نفس الوقت غادي تشوف اخوتي تا ولد البشير يعني باغي غيتا، ولكن غيتا بالطبع هي باغا ميلود. فهنايا غادي يكون واحد الصراع بيناتهم، غادي يولي واحد الخصام ما بين ميلود وما بين الابن ديال البشير. فهنا غادي يكونوا صراعات. ومن بعد اخوتي في الحلقات المقبله غادي تكتشف رقيه باللي ولدها ولا كيبغي غيتا، وهذا الشيء هي اللي ما بغاتش. فهنا غتواجه الولد ديالها وغادي تقول ليه ما عنديش انا ولاد اللي غادي يحبوا. ولكن ولدها كيف ما كتشوفوا من بعد ما الام ديالو غادي تولي تامر وتقول ليه عاوتاني باش يدير المشاكل الرحمه وسعيده وغيتا، فالولد ديالها غادي يولي تراجع، ما غاديش يبغي مازال يدير لهم حتى شي حاجه، لان السيد ولا كيبغي غيتا. من بعد فاش غادي يشوفوا فاش غتشوف رقيه باللي ولدها ولا كيحب هاد البنت وما باغيش يتفارق معها، فهنا غادي تامر الرجال ديالها يعني الابناء ديالها الاخرين انهم يخطفوا غيتا. فغيتا غادي تشوفوها في الحلقات المقبله خوتي غادي يخطفوها. من بعد نرجعوا كذلك لسعيدة. سعيدة اللي غادي تشوفوا انها غادي تقلب مازال على الحقيقة، وغادي تعرف باللي الام ديالها فعلا ما رماتهمش، وباللي داك الخال ديالها كذاب وطماع وغدار، وباللي هو اللي باغي ينصب عليهم ويدي لهم داكشي كامل. فهنا كيف ما كتشوفوا رقية يعني دارت هادشي كامل باش تنتقم، حيت الاب ديالها هي تزوج بخيرة. هادشي علاش دوك البنات بثلاثة هما خواتاتها، فهنا رقية هي الأخت ديالهم الكبرى، ولكن هما ما عارفينش من الأب ديالهم. هادشي علاش باغا أنها تاخد هادشي وكتقول باللي راه ديال باها. المهم أحبائي الكرام مازال غادي تشاهدوا أحداث كثيرة في هذا المسلسل الجميل الدم المشروك اللي هو مسلسل مليء بأحداث. غادي تشوفوا بزاف ديال الأحداث غادي يوقعوا في هذا المسلسل. كنتمنى أنكم تشتركوا في القناة. شكرا لكم، مع السلامة.